سلام، اكتشفت ان انا اخر واحده على كوكب الارض لسه ما استخدمتش جرام، فهروح استخدمه وتعالوا معايا. ايوه انا سامعاكي يا اللي هناك، يا اللي بتقولي الموضوع بسيط جدا. ادخلي على اليوتيوب هتلاقي فيه 1000 فيديو بالعربي بالانجليزي بالفرنساوي بالتركي والاسباني والايطالي بيشرح جرام. جميل سهل مش كده؟ بس ساعات ما بيبقاش عندنا الوقت ان احنا نتعلم عن طريق ان احنا لسه هنعمل ندور على فيديو على اليوتيوب عشان نتعلم منه. طب ازاي اتعلم اي اداه؟ وهناخد جروب كمثال في حاله ان انا وقتي ضيق ولازم استخدمه. يلا بينا. انا هنا زي ما انتم شايفين دخلت على جروج وهحط لكم اللينك في الديسكريبشن وهكتب له /guide me through your interface. رجعت لكم بعد ما قريت اكسبلانيشن اللي هو اداها لي. فهو هنا بيتكلم على انه تشات بوت نقدر ان احنا نتعامل معاه بالتكست او الصور او ممكن نحط فيه لينكس وهنجرب ده مع بعض. وكمان يقدر ان هو يعمل لنا شارت في الاجابات او صور في حاله ان احنا طلبنا. وكمان ان هو ممكن يعرف باللينك معين ان هو يدينا انالايزنج لللينك ده. فانا هجرب. هو هنا معتمد اكتر على انه بيعمل لينك للاكس بوست، فانا هشوف اذا كان ينفع يعمل انالايز للينك فيديو. هقول له مثلا انالايز ذيس لينك كونتنت واديته اللينك انتر. محاوله ان هو يقدر يعرف محتوى لينك يوتيوب. هو مش بيشتغل على الانالايز الا اللينك اكس. حاجه تانية كمان ان احنا ممكن، قال لي برضو من ضمن الحاجات ان احنا ممكن نغير المود بتاعه من اوتو مود او ان هو يعمل كويك ريسبونسز لو احنا محتاجين الكويك ريسبونسز، او الاكسبرت اللي هو ثينكس هارد وده بالجروج 4، او الهيفي. وفي اكتر من مود. بس برضو في حاجه اسمها الفويس مود، والفويس مود بيديني في خدمه ان في ميكروفون هعمل له allow. Hi Grog. Hi there. How can I help you today? Well, I want to check. Could you read any links but X? It sounds like you might be asking if I can read things other than X. Yes. Did you mean content from somewhere else? Or maybe something specific? I'm happy to read or summarize anything you toss my way. Just let me know what's up. For example, what if I give you a link for a YouTube video and I need it to be translated? Oh, if you give me a YouTube link, I can try to help summarize the content or describe what's in it, but I can't directly watch or translate the audio from the video itself. If you share the link and let me know what language you want it translated into, I can give you a general idea of the video's topic based on its description or title and translate that. Or, if you have a specific part of the video, like a quote or text, I can translate that directly. What video are you thinking of? Thanks, but I have another thing to question you. Could you generate an image for me from the description? Sorry, I can't generate images based on descriptions. I'm here to help with info, summaries, translations, or answering questions with a conversational bot. If you describe something, I can paint a picture with words, or give you tips on where to find an image to. Want me to describe your idea in detail, or suggest a tool for creating that image? None, thank you very much. No problem. If anything else comes up or you need help later, just give me a shout. طيب هو بيقول ان هو ما يقدرش يعمل create لي image، بس هنا انا لاقيه في create image هنا، وفي latest news لو عايزين نعرف اخبار، وفي لو في companions او نقدر ان احنا نعمل زي اشتراك لمجموعه لو احنا فريق عمل او حاجه بنشتغل على موضوع معين. نقدر نعمل بروجكت لينا، يعني من هنا ممكن نضيف بروجكت ونبدا ان احنا نشتغل عليه، كل واحد بيعمل السيرش بتاعه. في هنا create image عايزه اجربها draw it. انا اديت description للوحه في دماغي المفروض ان انا عايزه ارسمها بالاويلز، فهقول له وهشوف هل الايماجينيشن بتاعته زيي ولا لا. طبعا هو هنا بيحاول ان هو يتاكد ان انا فوق ال 18، فتمام اوكي. ما رسمش اللوحه، لا رسمها بس لا ما رسمش برضو اللوحه. هو رسم شخصيات او ايمج معينه، يعني لا زال برضو في حته اللي هي انا خيالي مش جايب معايا. يعني انا اقدر اعمل اللي انا كتبته له في اللوحه، لكن هو وهعمل لكم فيديو عليها قريب، بس هو مش، لا خياله مش جايب معايا. فجاب لي صور تانية. تمام. في ايه تاني عندنا هنا؟ في اللي هو يقدر انه يعمل لي create project. ممكن اجيبها من هنا زي ما اجيبها من هنا، وممكن اعمل نيو تشات من ده نيو تشات. فهقول في النيو تشات ده لا انا مش عايزه درو خالص دلوقتي. هقول هنا هقول له ان هو يديني الفوركاست بتاع الويذر للاسبوع ده ويديني تشارت معاه. هو بالفعل هنا اداني 2 تشارتس زي ما انا طلبت، واحده للنايت تايم وواحده للداي تايم، وبدا ان هو يديني اديشنال نوتس على الفوركاست اللي انا طلبته. طيب انا ممكن استخدم جروج لايه؟ بالنسبه لحد اهو اول مره يفتحه ولسه متعلماه من الجروج نفسه، ممكن استخدمه لو انا بعمل اناليسنج لحاجه زي ستاتكس او كلام من ده، لان هو بيديني تشارتس فده كويس. ممكن
اخليه يعمل لي اي حاجه تكست زي ايه بلوج مثلا، زي النص، ايا مكان النص ده، عن طريق اللينك هو يقدر ان هو يترجمه لي او يعمل لي اناليسنج او يجيب لي كونسايز او البريف بتاعه. يعني باختصار هو شبيه لشات جي بي تي. توليد الصور بتاعته احسن حاجه، بس تمام يعني لو محتاج صوره توضيحيه بسيطه ممكن يعملها لك، بس ما فيهوش حاجات كتير. يعني اقدر ان انا اضيف فايلز، بس في ملحوظه هو كان قالها لي في الاول، وده انا خلي بالكم انا بتعلم تجربه حيه، بتعلم جروج من على جروج نفسه، انا ما شفتش اي فيديوهات. ولو في حد معايا هنا وزيي وحابب يطمني ان انا مش الوحيده على كوكب اللي لسه ما جربتش جروج، قول لي طمن قلبي في الكومنتات وقول لي انا كمان. ففي كمان ان احنا ممكن ندخل فايل سواء بي دي اف او صوره، ونقدر ان احنا عن طريق الفايل ده هو يعمل انالايز للتكست الموجود فيه او للمحتوى بتاعه، يعني عموما عشان لو كان صوره برده ممكن يعمل لي المحتوى بتاعه. فدي حاجه كويسه جدا، ولو في حد بيعمل ريسيرش عن حاجه معينه اعتقد ان جروج هيبقى مفيد بالنسبه لي. ودي كانت تجربه حيه ازاي اتعلم اداه من ادوات الذكاء الصناعي عن طريق نفس الاداه من غير ما اعمل سيرش ولا ادور لا يمين ولا شمال، لا على اليوتيوب ولا على اي حاجه تانية علشان اتعلم الاداه دي. ولو كنتم زيي اكتبوا لي في الكومنت، ولو عندكم اي اداه تانية حابين نجربها سوا برضه اكتبوا لي في الكومنت، واشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام.